العلف رخص، الكتكوت كمان رخص، والفراخ بدأت ترفع. يعني ان شاء الله كده هنبتدي نشتغل بإذن الله. واستقبلت دورة جديدة النهاردة، وهقول لكم النهاردة سعر الكتكوت كام، سعر العلف كام، كمان الفراخ وصلت لكام اللحم النهارده باذن الله. وكمان انا جايبه بلدي، على فكره انا جايبه بلدي، وهقول لكم النوع اللي انا جايباه يلحق معاكم لشهر رمضان، يعني يشيل معاكم وزن كويس باذن الله للناس اللي عايزه تربي بلدي رمضان. وكمان جايبه بلدي للبيض، يعني الناس اللي عايزه حاجه كويسه للبيض. انا برضو جايبه 20، جايبه 10 كده و10 كده، تمام كده. بس ما كترتش فراخ بيض المره دي علشان الدنيا حر، لازم يبقى المكان واسع كده علشان الفراخ تاخد نفسها. الجو حر جدا، انا قاعده في المكان هنا يعني بشر ميه، فعلا الجو موت، تمام كده. كمان هقول لكم عن مواصفات الكتكوت الكويس، ونحط لمبه حمراء ولا لا والكلام ده كله. بس تعالوا ننزل دول كده عشان يلحقوا ياكلوا ويشربوا. انا لسه جايه حالا وقلت اصور معاكم الفيديو واقول لكم اخبار الدنيا ايه، وكمان هقول لكم على الاسعار باذن الله، تمام كده. اولا كده طبعا احنا مش لسه هنفضي بالواحد يعني. اولا كده انا جايبه الكتكوت النهارده، جايبه الكتكوت النهارده ب10 جنيه، ده الكتكوت ب10 جنيه، تمام كده. وجايبه كمان البلدي النوعين، يعني انا جايبه نوعين، جايبه البلدي ب9 جنيه. طبعا هو ما ينفعش ان انا احط البلدي مع الابيض، بس انا المكان عندي اثر شويه لان البطه فقست في المكان، فقست، فكان لازم احضن البط بتاعها في المكان اللي انا كنت احط فيه دول. فطبعا ان شاء الله هحاول اتصرف في المكان، مش هسيبهم طبعا، لان غلط ان احنا نربي الابيض مع البلدي، عشان تبقوا عارفين في ناس بتربيه وبيطلع كويس، بس انا بقول لكم غلط، مش حلو، تمام. هقول لكم بقى العلف النهارده وصل كام. بصوا يا جماعه، العلف النيو هوب، الناس اللي هي بتستخدم النيو هوب طبعا انا هقول لكم بالشكاره، مش الشكاره ال25، مش بالطن، تمام. النيو هوب وصل معانا 630 اللي هي الشكاره 25 كيلو، والشكاره ال50 كيلو وصلت ل1250، تمام. طبعا في يعني بتختلف بقى من منطقه لمنطقه، يعني في ناس ممكن تبيعها اغلى شويه، في ناس ارخص شويه، بس حاجات بسيطه يعني. كمان عندنا النور والبركه وصل، اللي هي الشكاره ال25 كيلو، مفيش منه 50، النور والبركه وصلت معانا ل 575. لو احنا فاكرين كانت الشكاره ب 640، يعني الدنيا ابتدت تهدى بصراحه. الراجل اللي انا جبت منه قال لي بلاش تكتري علف، فجبت شكاره واحده بس، لان الدنيا خلاص كده العلف هينزل تاني، تمام. فنستنى يعني ما نجيبش الكميه، انا كنت بجيب الكميه كلها على بعض، بس المره دي قلت لا، عشان برضو ايه ناكل فيهم لقمه عيش كويسه. زي ما قلت لكم انا جايبه 55 ابيض و20 بلدي. طيب مواصفات الكتكوت الكويس، عشان تختاري الكتكوت كويس يكون الصوره بتاعته كده ناشفه كده اهو، ومفيش حاجه بارزه ولا الحته دي متوسخه ولا فيها اي فضلات، وكمان يكون رجله بتلمع كده، وتقلبيه على ظهره ويتعدل معاكي في الارض مش على ايدك، تمام كده. طيب نحط لمبه حمراء ولا لا؟ بصوا يا جماعه، احنا في الصيف درجه الحراره 39، احنا في الشتاء بنوصل درجه الحراره ل 33 علشان الكتكوت دي الدرجه المناسبه فيه ليه. فبالعقل كده درجه الحراره 39 هنحط لمبه حمراء؟ طبعا لا، بنحط لمبه بيضه، ما بنحطش لمبه حمراء، تمام كده، بيضه عاديه موفره، تمام كده. وكمان عشان توفري في الكهرباء شويه، لو عندك شباك زي اللي عندي دوه، بنفصل الكهرباء طول النهار وبنشغلها بالليل عشان يشوفوا، حتى هم صغيرين كده، لان الشباك عندي بيدخل نور، فهفصلها، تمام كده. وافتحي مصادر التهويه اللي عندك كلها، بس بلاش تحطي مروحه عشان العمر ده ما يستحملش مروحه دلوقتي، تمام. معاكي لحد 20 يوم لحد ما الكتكوت كده ممكن يعني اللي هو ايه ما يستحملش الحراره الزياده، تمام. بعد كده بقى كل ما يزيد في الوزن هتلاقيه هنج منك وجاله اجهاد حراري ومات، لو ما وفرناش درجه تهويه ودرجه حراره مناسبه، تمام كده. وان شاء الله هنربي الدوره دي مع بعض ونعرف التفاصيل وكل حاجه ان شاء الله هقولها لكم بالتفصيل بعد كده، يعني هتابعها معاكم اول باول. طبعا انا ما كترتش زي ما قلت لكم علشان يبقى في مساحه يتنفسوا ويتحركوا فيها، تمام. بصوا يا جماعه، بالنسبه للطيور اللي هي الفراخ البلد اللي هي بتشيل وزن كويس في مده قصيره، اللي هو الفيومي حلو جدا، وهوريه لكم لما بيكبر، اللي هو الاسود ده اهو،
تمام. وجايبه بيشيل وزن، يعني من هنا لرمضان هوريكم هيشيل وزن عامل ازاي. تمام كده. انا جايباهم اللي هو الفيومي ده، جايباه استرزق فيه كده اجرب فيه حظي. انا كنت هجيب 50 بس قلت ايه، واحده واحده كده، ما تستعجليش، جربي حظك فيه الاول بيكسب ولا ما بيكسبش والدنيا عامله ازاي الاول. وجايبه ليا بلدي مشعر للبيض، يعني للبيض في البلد المشعر حلو للبيض، فجايباه ايه ليا. تمام كده. فان شاء الله هنتابع مع بعض الدنيا. طبعا نسيت اقول لكم ان الفراخ لحم الفراخ البيضه النهارده وصل 80، جايباه ب 80 من 3 ايام، انا جايباه ب 73. يعني ابتدت الدنيا ترفع وابتدى الدنيا تبقى كويسه. طبعا احنا ولا عايزين زياده ولا عايزين حاجه، بس احنا عايزين برضو اللي يربي يكسب، يعني ما يبقاش في مكسب خالص. انتوا شفتوا ال100 كتكوت اللي انا كنت جايباهم يعتبر معدوم، المكسب معدوم، فحرام ان انا اتعب ويعني اتعب كده وفي الاخر ما اخدش حاجه، فما حدش يرضاها. دي الواحد لما بيتعب بيبقى مستني مقابل، فدي حاجه ما تزعلش حد. بس احنا عايزين الكل مرضي، المستهلك وبرضو المربي. والفراخ ما بتاخدش هرمونات، انا مستقبلها على ميه فقط لا غير، ميه وعلف فقط، ولا حتى محلول جفاف، مع انهم كانوا مرميين في الارض وبيموتوا. انا مسكت الواحد كده واحد شربته ميه ومرضتش احط اي حاجه. انت لو عايزه تستقبلي او عايزين استقبلوا على محلول جفاف، بلاش سكر بلاش عسل، محلول جفاف. لكن انا ما بستقبلش على اي حاجه، انا متعوده على كده. وان شاء الله باذن الله اللي عنده كمان شفاط يركب الشفاط ويشغله. تمام. بس مش على الهوا، ما هو الشفاط فيه مروحه وكده يعني زي ما انتوا عارفين، فبنشغل الشفاط برضو. وهتابعكم ان شاء الله اول باول. الناس اللي كانت بتسالني هتنزلي دوره كتاكيت امتى، اديني نزلت وهتابعكم معاها اول باول ان شاء الله، ونشوف الدنيا هتوصل معانا لحد فين. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واللي اول مره يشوفنا يعمل اشتراك للقناه وتعليق صغير منكم، وقولوا لنا اسعار الفراخ عندكم كام، والبلدي والابيض كام عندكم. وان شاء الله نتقابل في الفيديو الجاي باذن الله. شكرا لحسن استماعكم.